تفتري. نحن اليوم لا نكرر فائدنا فحسب. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نرحب بالسادة من شرفتمونا طبتم والله المشاهد. الأستاذ قائد الفوج يقرأ كلمة أو لتبديها. يسرنا أن نرحب بكم في أحضان فوج مجد الكشف في ليلة من ليالي الفخر والاعتزاز، ليلة تجتمع فيها بركة بفضل الزمان والمكان، حيث نكرم حملة كتاب الله ونحتفي بأهل العلم ونسدل الستار على فعاليات مسابقة المجد الرمضانية في طبعتها الخامسة. إنها المناسبة تقية وزكية نلتقي فيها مع أهل القرآن مع أهل العلم والقرآن في هذا الشهر الفضيل في مسابقة متميزة تهدف إلى الاهتمام بالقرآن وبحفظته وتشجع كل المهتمين بالقرآن الكريم تحت اسم المرحوم الحاج محمد حسين رحمه الله برحمته الواسعة. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن نتقدم باسم عبارة الشكر والتقدير إلى فوج المجد الكشفي على هذا التنظيم المحكم وهذا التنظيم وعلى إنجاح هذه المسابقة التي كانت تحت رعاية السيد الوالي وبمساهمة كريمة من أعضاء الوفد القطري لتكافؤ والحضارة. فلهم منا كل الشكر والتقدير. حاز على المرتبة الأولى بفئة 60 حزب، تحصل على مبلغ 20,000 دينار جزائري من الفوج زائد عمرة ووشاح ووسام زائد مصحف زائد شهادة. المركز القطري لرعاية الحمد لله حمدا المجد تلفاز زائد وشاح زائد وسام. شنو وجهت لها واش البخار جزاء تحت هذه ذكية شاب يطرحوا علينا هذا المنظر. إذا تحت رعاية سامية لسيد والي ولاية البيض تم تنظيم مسابقة المجد الرمضانية بطبعتها الخامسة لتنظيم فوج المجد الكشفي ببلدية ميزينا. ونحن اليوم على مشارف اختتام هذه المسابقة التي كانت ناجحة والتي تشرفنا بحضور الحفل الختامي لتكريم الفائزين. عينا من الفائزين في حفل ميلادي أشرف عليه السيد والي الولاية ليلة القدر بمدينة البيض. كما نعلن عن الاختتام الرسمي لهذه المسابقة. فنسأل الله أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. كما لا ننسى أن نشكر كل من نافقونا في 5 أمسيات في التصفيات، ربع أمسيات تصفيات أولية، والليلة الخامسة التصفيات النهائية. جمعكما في الدنيا أن يجمع. ربك رب
أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأتوجه بالشكر إلى معلمي بدي الطاهر ووالدي الكريمين اللذان علماني القرآن منذ صغري. وثالثا أن أتوجه بشكري إلى فوج المجد الكشفي وسيد الوالي. فزت من المرتبة الثانية بالفئة الأولى 60 حزب. بلدية تراكا فزت بالمرتبة الأولى في الفئة الثالثة فوز المجد الكشفي. أشكر الله تعالى وثم والدي والشيخ فزت على المرتبة الأولى. أشكر فوج المجد الكشفي ومعلمي ووالدي. فزت بالمرتبة الخامسة في مسابقة فوج المجد الكشفي في الفئة الثالثة في فئة 15 حزبا. تم اليوم بفضل الله اختتام مسابقة المجد الرمضانية في طبعتها الخامسة التي كانت تحت اسم المرحوم حسين محمد، وهذه الطبعة كانت تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية البيض وبمساهمة المركز القطري لتكاثر طيور حبار. الحمد لله تم تكريم 27 متسابق في جميع الفئات، كانت 4 فئات، وشملت هذه التكريمات بلدية بريزينا والغاسول والكراكدا.